السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم اللي 12 معانا في دوره الكتاكيت. بصوا حبايبي النهارده انا بدات احط لهم زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده طوبه او اي حاجه تعلي بس الاكل والميه بتاعتهم. انا حطيت لهم طوبتين بالشكل ده تحت الميه والاكل علشان يبتدوا يرفعوا نفسهم وهم بياكلوا ويشربوا، علشان الحركه دي زي ما قلنا ان هي بترمي معاهم وزن في الصدر. طيب النهارده اليوم الثالث معانا في الفيتامينات. كده يبقى فاضل معانا بكره وخلاص معانا في الفيتامينات، وبعد كده هنفصل بميه نظيفه اليوم اللي بعديه. هنحط غطا وربع بالشكل ده حبايبي. هيتفضل بس معانا اللي هو المقدار اللي هنحطه بكره. هبتدي كده نسمي الله ونحط لهم الميه ونشوفهم هم هيطولوا كده الميه وهي على الطوبه. طب الحمد لله هم كده طالوها. ونبتدي نحط الاكل معانا. بصوا بقى حبايبي، انا عايزه ان هم يبقوا رافعين نفسهم كده وهم بياكلوا او بيشربوا. الحركه دي بتفرق معانا في صدر الكتكوت او الفرخ بتاعنا. نبتدي نحط الاكل كده. بصوا حبايبي، هو شوال العلف معانا ال 10 كيلو اخره النهارده، يعني باذن الله بكره هننزل نجيب، بس مش هنجيب شوال تاني 10 كيلو، هنجيب بس 5 كيلو وهنجيب الشوال التاني اللي هو النامي. يعني هجيب 5 كيلو بس نامي بادي اسفه، وهجيب شوال اللي هو النامي، علشان احنا زي ما انتم عارفين بندي لحد اليوم ال 15 البادي، وبعد كده بنبتدي في اليوم ال 16 وال 17 نخلط البادي على النامي عشان يتعودوا على اللي هو النامي. ودي يا جماعه كانت حلقتنا النهارده. فياريت يا جماعه لو عجبتكم الحلقه فعلوا لي زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.